هلو هلو هلو، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا شيماء، دي قناتي. اهلا وسهلا بكل جديد شرفني في القناه. قبل ما نبدا الفيديو حابه اقول لكل لسه ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ويحط لنا لايك ويسيب لنا تعليق حلو كده زيكم. هتعملي ايه النهارده يا شوشو؟ هنعمل النهارده اكله بسيطه وسهله ان شاء الله باذن الله تعجبكم. عباره عن انا كنت متبله صدور فراخ كده اللي هي البانيه، وهعمل جنبها سلطه، وهعمل جنبها ايه تاني مش عارفه. هعمل جنبها وشوي برنجان كده، يعني هنشوف هنعمل ايه. يلا بينا، صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. عليك يا حبيبي يا رسول الله. وتعالوا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه كده هعمل جنبها خضار سوتيه. فاول حاجه كده خد الخضار بتاعي عباره عن، جبت بقى كرنب بتاع السلطة، وجبت بقى برنجان وبنجر وفلفل ألوان وجزر وكوسة وطماطم وخيار وليمون. وقلت اخد كل الخضار بتاعي الاول انضفه، وبعد كده نقطعه ونشوف هنعمل فيه ايه. نضفت الخضار زي ما انتم شايفين كده، وهبدأ بقى ايه احط كل الخضار اللي نضفته في البولة واخده، وطبعا معانا جزر، وهاخده اروح اغسله ونشوف هنسويه ازاي. هنعمل النهارده شويه خضار سوتيه وشويه سلطه، وهنعمل كمان عليهم هنقطع عليها كمان افوكاتو. كنت جايباها وسبتها في التلاجة فطابت كده، وكنت عامله بيها شويه عصير افوكاتو حلو جدا 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 جدا، يستاهل مليون لايك. فحطي لي لايك وشاهدي الفيديو. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. جيت هنا زي ما انتم شايفين كده انا بقشر الكوسه. ببشرها بس كده بالمبشره، يعني ايه مش بالمبشره، مبشره ايه، بعملها كده بالمقوره على الجهه الخشنه عشان تعمل خطوط فيها من بره كده، عشان لما نيجي نشوحها على النار يبقى طعمها حلو كده وشكلها كمان مغري انه يفتح النفس. بصوا الاكل ده صحي جدا، ينفع للي عاملين كيتو دايت. اكل صحي. لو انت عامله حتى صيام المتقطع ينفع معاكي خالص. احنا ما انا عموما عامله بقالي فتره صيام متقطع، وما باكلش خالص نشويات، ما باكلش غير الحاجات اللي هي الصحيه. ماشيه على النظام اللي هو الكيتو دايت، وحلو جدا، وخسيت عليه ما شاء الله، يعني خسيت عليه شويه حلوين يعني ان شاء الله. مستنيه بس اكمل بقى الوزن، اوصل للوزن اللي انا عايزاه، وبعد كده اثبت بقى وزني. هو حلاوته بصراحه في اول اسبوع كده لما بتعمليه بتبقي مشتاق لاكل النشويات، اذا كان الرز او المكرونات او العيش او الحاجات ديت. بس عشان انتي صايمه، فخلاص انا بعتبر ان انا صايمه، وبعمل طبق سلطه حلو، باكل بروتين كويس، باكل خضار كويس، فبكميه كويسه. فبحس ان انا شبعانه لفتره طويله، وفي نفس الوقت على فكره مع الوقت مع الاستمرار ما بتروحيش خالص خالص يمة النشويات. يعني انا لو حتى عامله مكرونه او عامله مكرونه بالوايت صوص، او عامله مثلا محشي، او عامله رز، او اي حاجه عاملاها ببقى عاملاها للي في البيت، لكن انا ما باكلش منها خالص. ساعات يعني بيبقى يشدني الحنين كده للمحشي، فبعمله برز بسمتي، وباخد منه ممكن ايه صباعين تلاتة خمسة، اقصاها يعني 5 صوابع. وبعد ما باكلهم بنزل اتمشى بقى حوالي ساعة، يعني بحاول ان اعمل مجهود فظيع بعد ما بخلص. يعني لو انا اكلت حاجة او لخبطت مثلا وكلت، بحاول ان انا اعمل مجهود بعديها قوي على اساس ان انا احرق اللي كلته. تمام. وبفضل بعديها ماشية على نظامي عادي، صايمة صيام متقطع عادي، ما بدخلش اي نشويات، وماشية في طريقي يعني زي ما بيقولوا. هنا بقى بعد ما خلصت طبعا نضفت كل الخضار، كان عندي شوية مواعين صغنطاطين كده في الحوض، قلت انا عايزه افضي الحوض خالص عشان اقدر اغسل الخضار بتاعي كويس براحتي. فافضي الحوض الاول، اغسل المواعين، وبعد كده نبدأ نغسل الخضار مع بعض. صلى على النبي بقى عليه افضل الصلاه والسلام. عليك يا حبيبي يا رسول الله. الله يرحمك يا ابي ويرحم كل موتى المسلمين اجمعين. هنا خلاص كنت خلاص كده خلصت غسيل مواعين، وفضيت الخضار في حاجه اوسع، وهبدا بقى ايه اغسل الخضار اللي معايا كله زي ما انتم شايفين كده. سلطه السلطه عموما انا بعمل السلطه الخضراء عادي خالص.
معلش بقى عشان الاصوات تكاتك ماشيه في الشارع. بعمل السلطه الخضراء بتاعتنا اللي هي عباره عن جزر وخيار وطماطم وفلفله وكده، وبحط عليها بقطع عليها، بجيب الكرنب ده بتاع السلطه وبقطع عليها شويه كرنب واحطهم معاها. بتدي احساس كبير قوي بالشبع، بتملى بطنك كده وبتساعدك على فكره انك تخسي بشكل فظيع. معلش يا فنزاتي يا حبايبي جالي تليفون. المهم بقى ايه، زي ما انتم شايفين كده نغسل الخضار كويس جدا. انا حطيت شويه ميه شويه خل في الميه اللي بغسل بيها الخضار، يعني في البتاعه، ونقعته شويه بالميه ديت، وبعد كده خدته بقى شطفته شطفه محترمه. بغسل خضار محترم غسله يعني بنت ناس كده. بعد ما هنغسله هاخده بقى ونبدأ هنقطع السلطة بتاعتنا، ونقطع الخضار اللي احنا هنعمله سوتيه. عايزة تقطعيه بقى حاجات جوليان كده طويلة، عايزة تقطعيه مكعبات، عايزة تقطعيه دواير، التقطيعة بقى بتاعتك انتي. تمام. صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. الأطفال أحباب الله، أطفال في الشارع يعني نقول لهم اسكتوا، لا ما ينفعش. اسكتوا يا ابني، اسكت يا ابني. هنا بقى ايه، بغسل زي ما انتم شايفين كده. انا سبت الكاميرا مفتوحة وقلت اسجل معاكم الروتين ده بقى ايه زي ما يطلع، يعني فاهمين؟ اكيد فاهمين. يعني عايزة اقول لكم على حاجة صحيحة. بصوا يا جماعة الخير، الاسعار بقت عالية جدا 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 بطريقة اوفر بطريقة صعبة قوي. كل حاجة غالية. الفراخ البيضة بقت ب48 جنيه كيلو، حاجة فوق الخيال. الطماطم الكيلو ب10، خيار ب10، حاجات أسعار كده مش عارفة في ايه، مش عارفة احنا رايحين فين. اللي غطى وزاد بقى، ولا اللي زاد وغطى على الموضوع، ان كمان ماشيين يعملوا مش عارفة الضرايب العقارية او ايه، فجايبين مبالغ صعبة جدا على البيوت. وحاجة يعني بصراحة بقت صعبة قوي قوي قوي. بصراحة احنا مش عارفين الدنيا رايحة بينا فين، ومش عارفين احنا اصلا رايحين لفين. اه، مش عارفين هنعمل ايه، هنتصرف ازاي. اه، الفلوس يعني مهما كان الواحد بيقبض مثلا، البيت لو كان بيصرف الأول مثلا 3 ولا 5 كده ما عادوش بيكفوا. أقل حاجة دلوقتي عايزة يبقى عندك دخل مثلا 10 آلاف 12 ألف عشان تقدري تصرفي وتعيشي، وكليات والأطفال في كليات ومدارس وحاجات. لا الدنيا بقت راحة في حتة وحشة قوي قوي قوي، فالله المستعان يعني. بصراحة مش عارفين نعمل ايه. الحكومة اخرتها ايه مش فاهمين. هتفضل الدنيا كده غالية كده، والاسعار في ارتفاع مستمر، معلش بتنزل. الحاجة بتغلى في اليوم مرتين، يعني حاجة عمرها ما كانت حصلت قبل كده، بس مش عارفين في ايه. تسألي على حاجة الصبح بسعر، تسألي عليها بعد الظهر بسعر، بالليل بسعر يعني. وفي تزايد بقى في الأسعار يعني. علبة الجبنة مثلا الصبح تلاقيها ب20، بعد الظهر تلاقيها ب25، بالليل تلاقيها ب30. حاجة الله المستعان بصراحة. ف عايزين كده ايه، والله الواحد ما عاد عارف حاجة. يعني الواحد ما ياكلش ولا ما يشربش، ولا ما يوديش عياله يتعلموا. الواحد يعمل ايه يعني؟ الناس تتصرف ازاي؟ فحد يقول لنا حاجة. الحكومة مفروض تشوف حل، تعمل مراقبة على الأسعار شوية، إنها توقف التجار لأن بيستغلوا الدنيا جامد 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 جامد. آه، استغلال فظيع 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 للغلاء اللي احنا فيه. ف بصراحة مش عارفين حتى الفلاحين، يعني الست اللي زرع شوية جرجير أصلا على الجسر، مش زرعوه حتى في الغيط ولا بتحط لهم كيماوي ولا أي شيء، طالعين كده من على الجسر يعني. آه تقول لك ربطة الجرجير قد كده فيها عودين جرجير، وبتقول لك ب2 جنيه يعني. كانت بجنيه أول امبارح باين ولا امبارح، النهاردة بقت ب2 جنيه و3 جنيه. حاجة مسخرة زي ما بيقولوا. اللبن كمان غالي قوي قوي، يعني كيلو لبن
ب40 جنيه؟ ليه يعني؟ والسمنة البلدي سعرها بقى فظيع، من 120 جنيه أو 130 جنيه، النهاردة ب200 جنيه. ليه؟ ليه كيلو السمنة يبقى ب200 جنيه؟ حلو. لا، في حاجة مش مظبوطة، في حاجة غلط. الأسعار عالية قوي قوي. الحاجة متوفرة، الحاجة موجودة مش هننكرها، بس السعر مبالغ فيه جدا 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 فوق الخيال يعني. عشان تطلع تجيب لك مثلا كيلو طماطم، كيلو خيار، وكيلو معرفش ايه يقضيك الاسبوع مثلا، وكمان ما بيقضوش الاسبوع، تصرف لك 200 جنيه. طب ليه يعني؟ لا جبت مثلا فرخة، ولا جبت كرتونة بيض، ولا جبت حتة لحمة، ولا جبت رز. ايه الدنيا رايحة بينا فين؟ احنا رايحين فين يا جماعة؟ ف يعني والناس كمان اللي ما عندهاش مثلا معاش، ما عندهاش وظيفة، فاتحة بيت، يعملوا ايه؟ يروحوا فين يعني؟ ينتحروا ولا ياكلوا طوب يعني ولا ايه؟ فالله المستعان. المفروض الحكومة تشوف حل، تعمل مراقبة زي ما هم ماشيين يلفوا على البيوت وعايزين ضرايب عقارية وضرايب معرفش ايه وضرايب ايه وضرايب ايه، كهرباء ومية وغاز وبلاوي سودة يعني. المفروض يعملوا مراقبة برضو على المحلات وعلى السوبر ماركتات اللي بتلعب بالأسعار لعب. الحاجة النهاردة زي ما قلت لكم، الحاجة بقت بتغلى في اليوم، كل ساعة بتغلى، مش كل مثلا شهر 7 بيغلوا. يعني أنا كنت أعرف إن الحاجة بتغلى بعد شهر 7 أو في شهر واحد من كل سنة. دلوقتي لأ، الحاجة بقت بتغلى كل ساعة. كل ساعة الحاجة بسعر، كل ساعة تروح تشتري الحاجة كمان 5 دقايق تلاقيها بسعر تاني خالص. وسعر ايه مبالغ فيه يعني؟ ما بيغلوش مثلا جنيه او نص جنيه، لا بيغلوا بال5 جنيه بال10 جنيه، بيطلعوا طلعة سودة كده يعني. فالناس تعمل ايه؟ حرام 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 حرام. وكمان القرى اللي زي عندنا او المراكز الصغيرة، ماشي، ما فيهاش منافذ للقوات المسلحة مثلا، او ما فيهاش منافذ لوزارة الزراعة انها تبيع الحاجة بسعر مخفض. يعني انا لما كنت في مصر اليومين اللي فاتوا، لقيت في هناك منافذ بتبيع القوات المسلحة مثلا، او اللي هي بتاعت وزارة الزراعة، وزارة الزراعة عاملة منافذ مثلا للحوم او للدواجن او للخضروات بأسعار مخفضة. احنا عندنا مفيش الكلام ده. فالتاجر بيسمع بره ان الحاجة غلت، بيجي عندنا احنا يضرب السعر في 10. طب هنروح فين ونجي منين؟ نصرف منين؟ اللي عنده طفل او 2 او 3 يربيهم ازاي؟ اللي عنده مثلا 2 او 3 في كليات يصرف عليهم ازاي؟ فلا، يعني ارحموا ما في الارض يرحمكم ما في السماء. ارحمونا شوية وحسوا بالناس شوية. مش ده يعني استغلال قوي للسلعة اللي عنده، يعني استغلال فظيع فظيع للسلع. فلازم لازم الحكومة تتصرف، ولازم الحكومة فعلا تنزل وتشوف حل الموضوع ده. فالله المستعان، وربنا يا رب يعني يرحمنا، لان احنا في زمن صعب جدا، والحاجة فعلا غالية قوي، غلا غلا وحش رخم زي ما بيقولوا. فربنا يرحمنا برحمته يا رب، ويصلح حال الجميع، ويحنن قلوب البياعين علينا شوية، لان محسنا ان احنا بنلاقي الفلوس قدام باب البيت. اللي عنده حاجة بيستغل ان هو بيبيعها بالغلا والكوى زي ما بيقولوا، ومفكرين الناس اللي بتشتري منهم اغنياء يعني اثرياء. احنا زينا زيكم. انت لو البايع بيشتكي او الفلاح بيشتكي ان العلفة غالية او الردة غالية او كده، احنا كمان مفيش فلوس يعني. انا معاك ان العلفة غالية او ان الردة اللي هما بيعلفوا بيها البهايم غالية، بس برضو هما ما بيجيبوش. احنا في ايام الشتاء، في ايام البرسيم، في ايام الحاجة الخضراء اللي في الارض، فبيأكلوا البهايم والحاجات دي من على الغيطان والغيطان.
فلو انت بتشتري شوكولاتة الردة يعني كل شهر مرة، مش تبيعي كل يوم علبة اللبن ب40 جنيه. حرام يعني، حرام جدا 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 جدا. او كيلو السمنة بقد كده، لا حرام يعني. فالله المستعان. احنا كده هنا نرجع لموضوعنا. عملنا السلطة، وقطعت طبعا الخضار اللي هعمل بيه الخضار السوتيه اللي انا هاكله انا والسلطة. هعمل بقى لبنتي ولمامتي، هعمل لهم بقى مكرونة، مكرونة بالوايت صوص، سريعة وسهلة وطعمها بيبقى فعلا خطير قوي. انا مش هحشيها اي حاجة، لان انا كده كده هقلي شرايح الفراخ، فمش هحط فيها اي حاجة. انا هسلق المكرونة واعمل صوص، معلقتين دقيق او معلقة دقيق على معلقة نشا، هقلبهم في حتة زبدة معاها فص ثوم. وبعد كده هحط انزل عليهم باللبن واقلبه كويس وكريمة الطهي زي ما انتم شايفين. احط عليها شوية كده من فوق وادخلها الفرن، واحط عليها جبنة موتزاريلا من فوق وادخلها الفرن. تقعد في الفرن 10 دقايق بالظبط تحت الشواية، تاخد بس الجبنة تسيح كده وتاخد لون بسيط وتطلع. بتبقى سهلة وبسيطة وطعمها بيبقى حلو جدا. هنا هاخد بس القوارب، انا عاملة قربين صغيرين على قدهم. همسحهم بمسحة زيت، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. خلاص هنا سلقت المكرونة وهبدأ بقى اعمل الصوص بتاعها. زي ما انتم شايفين كده حطيت فص ثوم معاه حتة زبدة، وهبدأ اقلبه ريحة بس الثوم تطلع. هبدأ انزل معلقة دقيق ومعلقة نشا، وابهر الدقيق والنشا ده واخده تشويحة كده في الزبدة على النار لغاية ما النشا يطلع، كل النشا والدقيق يطلع منه يعني يستوى، ريحته تطلع والرطوبة بتاعته تطلع. وبعد كده هننزل باللبن ونقلب كويس، ونضيف الصوص ده بقى على المكرونة وندخلها الفرن، ومعاهم الجبنة الموتزاريلا. زي ما انتم شايفين كده هقلب بس ايه الدقيق، وبهاره بقى احط عليه كمون، كزبرة، مكعب ماجي لو حابة، كمون، كزبرة، نطرة بسيطة خالص، فلفل اسود. قطعت هنا بس حتة جنزبيل عليها، خلت الطعم حلو جدا برضو. وهبدأ بقى اقلب كده كويس جدا، خلاص يتشوح ويفك معايا كده، وانزل عليه باللبن. المكرونه دي بيبقى طعمها حلو جدا. لو قطعتي الفراخ وشوحتيها كده ببصله وحطيتيها معاها بتبقى حلوه جدا. عندك مثلا سجق بتبقى لذيذه برضو. عندك ايه تاني، ميكس جبن حلو حطيه. اي حاجه عايزه تحطيها جواها حطيها، او تقلبيها عليها، او تحطيها عليها من فوق حطيها قطع فراخ شاورما زي الشاورما كده بتبقى حلوه خالص. انا خلاص كده شوحت كده كل حاجة مع بعض، وبهرت الدقيق معايا والنشا، وهنزل بقى باللبن واقلب ايدي فيه. اللبن اهم حاجة يبقى ساقع. انا بحب الصوص بتاعها يبقى سايب، ما يبقاش جامد. انا مش بعمل مكرونة بشاميل، لا انا عايزاها صوص كده، تفهميني؟ هي بتبقى حلوة جدا لو عملتيها بالكريمة، تمام. بس طبعا الكريمة غالية جدا. يعني انا جايبة العلبة الصغيرة دي ب30 جنيه يعني، حاجة الله المستعان. يعني العلبة جهينة اللي هي اللتر، اللي عاملة كيلو الكريمة، عاملة 130 جنيه. سعر بصراحة يعني عالي قوي قوي قوي. زي ما انتم شايفين كده خلاص عملت الصوص بتاعنا، كان حلو زي الفل. هو مبيبقاش تقيل ومبيبقاش خفيف، يعني سمكه وسطي كده يعني. يعني ايه، بعد الخفيف بحاجة بسيطة. ماشي. حطيت عليه برضو حتة جبنة موتزاريلا كده وقلبتها فيه تسيح معاه تديله تطعيمة. ولو عندك الكيس بتاع البشاميل اللي هو بالجبنة ماجي بيبقى حلو قوي بصراحة، بيبقى طعمه حلو، طعم الجبنة فيه بيبقى ظاهر كده. بس انا نسيت اعمله، يعني لو كان عندي كنت عملته ووفرت ان انا احمص الدقيق او كده.
انا هنا نزلت بالمكرونه على على الصوص، وياخدها بقى عملتها تقليبه كده، واخدها احطها في القوارب وادخلها زي ما انتم شايفين الصوص بتاعها خفيف اهوت. ادخلها الفرن واحط عليها من فوق رشه جبنه موتزاريلا وادخلها الفرن. بيبقى طعمها حلو جدا جدا جدا، وفعلا شكلها اصلا كمان بيفتح النفس. انت ممكن تاكليها كده على فكره، يعني مش مهم تدخليها الفرن، لو انت مش حابه تدخليها الفرن ممكن تاكليها على كده. تقطعي الفراخ بعد ما تشوحيها وتحطيها عليها من الوش وتاكليها، او تقلبيها فيها يعني. بس انا قلت انا عايزه لها وش كده، تاخد وش محمر من فوق، فقلت ادخلها تحت الشوايه. خلاص هفضي كل الكميه اللي عندي في القربين دولت، واحط عليها ارص عليها من فوق جبنه موتزاريلا، ارش عليها جبنه موتزاريلا من فوق وهدخلها الفرن. سهله قوي. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. عليك يا حبيبي يا رسول الله. حطي بقى لايك يا حلوه منك ليها، ما تنسيش اللايك. اللايك وكمان شاهدي الفيديو عشان خاطر ايه كده يعني، عشان ما ازعلش منك. تمام. اقطع كده زي ما انتم شايفين عليها جبنه من فوق، وهندخلها بقى الفرن. ويبقى كده عملنا معانا المكرونه، وعملنا السلطه، وعملنا كمان الخضار السوتيه. هنشوحه بس على النار، مش هياخد حاجه. احنا عملناه قبل كده ومش فاكره انا صورته ولا لا بصراحه، هنشوف دلوقتي. حطي اللايك يا حلوه، ما تبقيش انتي والغلا عليا يعني. حطي اللايك، اشتركي في القناه، شاهدي الفيديو، عيب كده. جربوا الوصفات دي حلوه قوي على فكره، سهله وبسيطه ووصفات حلوه وبتطلع نتيجه حلوه جدا. يعني لو عندك عزومه او حاجه ممكن تعمليها، لذيذه خالص، طعمها حلو جدا. او لو عايزه حاجه اكل على السريع اعمليها يعني. هبدأ هنا اقلي البرنجان. حطيت بس نطرة بسيطة من زيت الزيتون، ونزلت انا عاملة البرنجان شرايح رقيقة خالص، على اساس ان هو ما ياخدش معايا وقت في السوا. يدوبك ينزل السكر بتاعه ويتحمر من الجهتين، يتشوى زي اللي يتحمر كده من الجهتين. ودقيت له بقى فص وطماطم مقطعه وفلفل وكده وبهارات وملح، ورشتهم عليه ومع عصرة ليمون. برنجان بالطريقه دي حلو جدا، وينفع كمان للدايت. احنا عاملين رشه بسيطه خالص زيت زيتون وما بياخدش وقت. جبت هنا قطعه زبده، حطيت فص ثوم، وحطيت الخضار بتاعي زي ما انتم شايفين كده. انا لا سلقاه ولا اي حاجه على فكره، ما سلقتوش ولا حطيته في الميكرويف المره دي، خدته تشويحه على النار مباشر. تمام. هبهر بقى، احط شويه ملح، شويه كمون، شويه كزبره، شويه بابريكا، شويه مثلا فلفل احمر مجروش. تمام. وهشوحه بس على النار كده ياخد تشويحه. احط اسقسق له بس ايه سقيله مش ربع ايه يعني، معلقتين 3 ميه. هو هيستوى. هو عبارة عن كوسة وجزر و اللهم صل على النبي، وكوسة وجزر وفلفلة. تمام. ما فيهوش اي حاجة. فيا دوبك كده لما لما تشوحيه على النار مش هياخد وقت اصلا في التشويح. انا ضفت هنا حوالي شويه بسله، يعني حوالي ربع كوبايه كده بسله، بيزله بسله. وخدت تشويحه على النار كله، وبهرته زي ما قلت لك بكمون والبهارات بتاعتنا. وهو كان مستوي زي الفل، وفيه القرشه الحلوه بتاعت الخضار ديت، وفي نفس الوقت محتفظ بلونه، محتفظ بكل الفيتامينات بتاعته. لا سلقنا ولا حطينا في الميكرويف ولا اي حاجه. وحلو جدا على فكره، طعمه كان حلو جدا. شوفوا انا حطيت حوالي معلقتين او 3 معالق بالظبط ميه، ياخدهم ومعليه كمان على النار، يعني يا دوبك يتشوحوا او الميه تنشف، وبعد كده اشيلهم على طول. جبت هنا الفراخ، حطيتها في الطاسه برضو مع قطعه زبده، وشوحتها على النار زي ما انتم شايفين كده، تاخد بس اللون. وبعد كده هي صدور يعني ايه، انا عاملاها بانيه بس القطعه محمله شويه، فمش هتاخد ما بتاخدش وقت في السوا على النار. انا بعمل اكل معظمه لا بزيت زيتون، يا اهل الخير بيرزعوا في البوابه، لا بزيت زيتون لا بزبده. تمام.
اسفين على الازعاج. هنا بقى الاكل زي الفل خلاص جهز معانا، ونبدأ بقى نغرف اكلنا وناكل بألف هنا يعني. هنا كان التتبيلة اللي باقية من الفراخ، بعد ما الفراخ اتشوحت وشمعت نفسها كده ضفت التتبيلة عليها، والتتبيلة زي الفل ما فيهاش اي مشاكل يعني. خلاص بس ينشف التتبيلة دي تنشف عشان اتأكد قوي ان خلاص الفراخ كمان استوت، وتطلع بقى لونها حلو كده واخدة اللون الجولد الحلو قوي، وطعمها بيبقى جامد مش عايزة اقولك يعني. اشتركي بقى في القناة وفعلي زر الجرس عشان احبك يعني، حطي لي لايك، انا واقفة على رجلي من ساعتها يعني. حطي لايك، حطي لايك يا اختي. خلاص الاكل هنا جاهز، انا هبدأ بقى ايه اغرف الاكل. طلعت المكرونة شكلها خطير حلو جدا، وكمان البرنجان والخضار السوتيه والسلطة بتاعتنا، والاكل جاهز وكان زي الفل. اقول لكم بقى في رعاية الله وحفظه، ونتقابل في فيديو جديد بوصفة جديدة من مطبخكم مطبخ شوشو اغا. في رعاية الله، اقول لكم مع السلامة، باي باي. وزي ما قلت لكم حطوا لايك، باي.